هي وكيف. شوفوا، بالصلاة على النبي، احنا اللي عملنا من البحر طحينة. والله ما لعلم ايش المقصد من هذا المثل، ولكن احس انه له معنى. خلونا نبش على السريع. وقت المباراة كان سريع جدا، تحس انه داعس بنزين للاخير. بداية المباراة الكروات سيطروا لكن بدون تهديد، وبعدها الارجنتينيين دخلوا المباراة ومسكوا الكرة، وبتمريرة غدارة الحارس يتسبب بضربة جزاء للارجنتين، ويأتي المجرم ميسي ويحمي رجله الاخير، هدف. وبعدها الكروات حاولوا يرفعوا الضغط يريدوا التعادل، ولكن الارجنتينيين ضربوهم بمرتدة بنت ابو كلب عن طريق الفاريز. الصراحة الارجنتينيين كانوا متوحشين بالضغط مش طبيعي، وينتهي الشوط الاول بتقدم الارجنتين 2-0. الشوط الثاني دخل الكروات على نفس الفكرة، يضغطوا يريدوا تسجيل هدف، لكن قدامهم صخرة. واحنا عارفين ان ميسي ضروري ما يعمل التاتش حقه، يستلم كورة وينطلق ويعدي بروعة لجنب المرمى ويسلمها بطبق من ذهب للألفاريز، وهدف ثالث للأرجنتين. بعدها الكروات انهاروا تماما، ما توقعوا ابدا ان الارجنتين بتبهذلهم كذا، وتنتهي المباراة بتأهل الارجنتين لنهائي كأس العالم. كلمة ضروري تتقال لكل لاعب مغربي: قسما برب العرش انكم بيضتوا وجوهنا وخليتوا عندنا الفخر يوصل ليفل مليون. شكرا لكم من القلب. وخلونا نمشي واحدة واحدة مع المباراة اللي كانت متفجرة من البداية. الفرنسيين دخلوا بقوة يريد يسجلوا هدف قبل ما المغاربة يبنوا جدار الدفاع، وضربوهم بهدف في الدقيقة الخامسة. طبعا كانت الإصابات داقة باللاعبين المغاربة، لكن كانوا رجال يحاربوا عشان المنتخب. بعدها المباراة كان فيها كر وفر، هجمات خطيرة هنا وهجمة هنا، واختارها الدبل كيك. الله لو كان دخل جول. وينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا. الشوط الثاني دخلوا المغاربة يا قاتل يا مقتول، ضغط أبو أسد، ولكن تعب اللاعبين جدا بسبب هذا الضغط، واستغلوا الفرنسيين هذا التعب واستطاعوا تسجيل الهدف الثاني. وينتهي بعدها الحلم المغربي العربي، وتتأهل فرنسا للنهائي لمقابلة ميسي.